الله. ما تقلب الصفحة، ما تقلب نهائي. صلى على الرسول، كبر 3 مرات، واللهم انصر القوات المسلحة. خليك تسمع قصتي دي. فعمل المقطع ده شير، اكسبلور، حط عليك 3 قلوب، ما داري منك حاجة تاني. صلاتكم على النبي، شير المقطع ده عشان يصل الزول ده. انا كنت باي كم يوم طلعت مقطع عن قصتي مع البيت اللي اسمه امل من درمان، ففي ناس حضروا الفيديو وفهموا القصة وشيروا المقطع الحمد لله، لكن ما بالكمية كنت داير انا. فانتوا اللي برضه تسمعوا القصة حقتي. فانا داير اقول لاخو البيت دي اللي قال لي اخته عسكري، انا ما بدي اختي عشان العسكري بموت بخليك تضيع عمرك. فانا داير اقول لك يا حبيبنا، اسمع كلامي ده. انت ده كنت قاعد في السودان ده، سافرت قريبات انت السعودية طبعا. معك العسكري ماله، وريني مشكلتي شنو. كان اكل بياكل زيك، كان شراب بيشرب زيك، كان مصاريف بيصرف زيك، اي شيء زيك. انت هل مشيت اختربت طلعت برا السعوديه، الفرق شنو؟ بتنوم نحن قاعدين ننوم، كان بتنوم 100 ساعه نحن بننوم ساعه، كان بناكل اكل احسن منك واقعد منك. انت عشان بتاكل السمح يعني، السمح ده ما منه فايده، كل الكعب عشان بيفيدك في جسمك. كان بتنوم نحن بننوم، كان الاكل بناكل نفس الاكل، كان الشراب ياكل نفس الشراب، اي شيء زيك هنا. العمل اللي شغالين عمل اشرف من العمل اللي انت شغال فيه. عشان كون تيجي تقول لاختك انا عسكري ما بدي اختي تعرسه عشان العسكري بموت. انت الموت ده بيدك، وربنا ان شاء الله يقتلك قبالي يا اخي. ان شاء الله شفت الموت ده نكير ده يا رب، قلت لك كان داري يموت يموت قبالي عشان اكو صدقتك. وتعرف انه ذاته الاقدار ده بيدك. العسكري بموت وانت ملك بيضيع. قلت لي يا اخي يا رب يقتلك قدامي ان شاء الله يا اخي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي.